مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحبا حبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير. شلونكم يا حلوين؟ شلونكم يا أحلى متابعين؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله واشكروه في كل وقت وفي كل حين. الحمد لله رب العالمين على كل حال. نبدي بسم الله وياكم طبختنا لهذا اليوم. نبدي بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. حبايب قلبي، بهذا اليوم كنا صايمين الحمد لله والشكر. تدرون حاليا احنا بشهر شعبان، وإن شاء الله يا ربي شهر خير ومحبة علينا وعليكم من رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وبالصحة والسلامة. وهذا الشهر كلش حلو وجميل وراحة نفسية، إنه واحد يهيئ نفسه، نتهيأ ونتحضر إن شاء الله وبإذن رب العالمين حتى شوية يعني ناخذ على الصيام، نصوم خميس واثنين. اللي مطلوب صيام هم يصوم قبل لا يجي رمضان، إن شاء الله يجينا بالخير والصحة والسلامة يا ربي علينا وعلى السامعين. عندي هنا أجنحة وأفخاذ مال دجاج، طلعتهن غسلتهن كل الزين، نقعتهن بمي وخل أبيض وملح. ورا ساعة جيت عليهن لقيتهن صارات بيض وحلوات. قلت خلي أطبخهن، يعني أي شيء، المهم نسوي فطور. الحمد لله والشكر على النعمة، جدا فطور بسيط صار ذاك اليوم كل شيء، يعني ما متوقع أنه أسوي أي شيء صراحة، لأن قلت يعني تمر ومي ما يصير العشاء. بعدين فكرت قلت لا، هو فطور واحد المغرب، وكنا نقعد ناكل إن شاء الله خير ونعمة علينا. هنا عندي كوب حمص، شوفوه يعني المجروش، كلش يفيد بكل شيء. والماجي طبعا عندي، ما عليكم بالمعجون ما راح أخليه. والدجاج مالتي انسلق كل الزين، جيت حمسته، خليت له ثوم فصين وبصل أخضر كان عندي وفلفل أخضر، وخليت له فلفل أسود وملح والماجي، خليته يحمس كل الزين. يلا أخلي عليه المي. وهنا حبايب قلبي تمر، فلازم أسوي تمر للفطور، أنا كلش أحب هاي الأكلة. طبعا شفتوني شنو كاتبة، يعني حنيني أو تمر بالدهن أو شلون ما تسموه سموه، ما أعرف شو تسموه أنتو. حلاوة التمر يعني أشكال أسامي إلها، كل منطقة وكل محافظة إلها اسم. طبعا هنا طبقت التشريب مالتي، وعلى السريع راح أسوي التمن. ماكو كان وقت، يعني تقريبا ساعة إلا ربع ويأذن المغرب، فقلت خلي أسوي عشاء، هم هو عشاء وهم فطور، بس لازم أعتني بيه. مثل ما تعرفون حبايبي كنا عطلة، وحتى قبل العطلة عندنا وجبة واحدة احنا، هي غدا هي عشاء، وتصير المغرب. والريوق مالتنا بالعطلة يصير يا إما بالوحدة يا إما ب12 يا إما ب2، حسب ما نقعد ونسهر وما أعرف شنو. بس هسه رجعنا للدوام وللتوقيت، إن شاء الله ننام من وقت ونقعد من وقت. وهنا حبايب قلبي وخرت من عنده، هاي يسموها العجوة مالتها، وأي شي بيزائد يعني مثلا نوخره. هنا خليت شوية زيت على الطباخ، وإذا عندك سمنة بعد أطيب أو دهن حر، تصير تخبل طعمها. بس الزيت، وجبتي التمر خليتيه وخليله شوية هيل، وخليله حبة حلوة، يابا يصير لك حلاوة تجنن. هاي ترهم حتى هسه من تنعجن وتشوفيها بالأخير، ترهم تحشين بيها الكليجة، يابا تجنن تصير بالكليجة. حبايب قلبي، الحمد لله والشكر، اللهم صبرنا، اللهم أطعمنا وأطعم كل محتاج إن شاء الله. أكلنا كلش بسيط، قناتي كلش متواضعة وبسيطة. اليوم وياكم فيديو كلش بسيط وكلش متواضع، يفيد لأي عائلة عراقية، لأي عائلة بالدنيا، يعني ما عندها مثلا أي شيء الأم بالبيت ومفكرة إنه هي الصوم تصير من لا شيء. صدقوا بالله العظيم البركة من رب العالمين. يعني انت ظنين حايرة وصافنة وش راح تسوين وما أعرف شنو، قبل الأذان أو العصر سبحان الله يصير لك كل شيء حلو. وهنا خلصت فطوري الحمد لله، صبيت لهم الرز مالتنا استوى، وحضرت العصير طبعا. وحتى لو مو رمضان أنا أحب أسوي أجواء، والخبز الحار ما شاء الله
والنعمة فضيلة يا ربي، والزلاطة مالتنا والتمر. وأهم شي التشريب صار لك مو تشريب، صار ضيم، لأن هي مال أجنحة وكنتاكي، فصار كلش طيب. صراحة أنا الدجاج أشيل منه الصدر ما ناكله، فأسويه يا إما كباب يا إما قص. بس هاي المرة كلش حبوه لأن بس أجنحة وكنتاكي. اللي عندها أطفال يحبون هاي السوالف حبيباتي، اللي يعني ما ياكلون صدر الدجاج أشيله وأضمه وأسويه بعدين كباب قاص أي شي. الحمد لله خلصنا. وطبعا ورا الفطور بساعة أو ساعة ونص لازم نقعد ونشرب شاي مهيل ومعدل. وهنا خليت ماعون الحب مالتنا ويم الصوبة. وهاي الأيام اللي مثل ما يقولون العد التنازلي للشتاء وللصوبة وللقعدة يم الصوبة. ألف الحمد لله والشكر على كل حال. الإنسان أهم شي مستور ببيته، ماكل أكل يومي كامل هو وأطفاله، ما حد جاء عليه ودق بابه وهجم بيته. الحمد لله والشكر، هاي أهم شي. لازم كلنا ندعي ونقول يا رب الستر وعافية دوم ودائما يا الله. وهنا حبايب قلبي ورا ما الفطور ورا الشاي وما أعرف شنو، صارت الساعة 9، احتاجيت شغلات فقلت خلي أطلع. يمنا قريب المحل على أبو حاجب ألف، فرحت أنا وجهالي يعني، أو كانت هم أختي يمنا ورحنا سوية. طلعنا جبت هاي الشغلات، طبعا كنت محتاجة هاي النوني ممة، وجبت هاي الأكواب عجبت الأطفال، قالوا ماما نشرب بيها حليب، قلت لهم يلا خلينا ناخذ كل منكوب. طبعا هم اختاروا بنفسهم، أنا ما أحب أتدخل حتى لا واحد يقول بكيف ماما وهي اختارت لي، كل واحد اختار لونه. ألف عافية إن شاء الله يشربون بالحليب. وهاي يعني تعرفون سوالف البنات والشغلات، هاي السوارات والما أعرف شنو، أبو حاجب ألف تلقين عنده شغلات تخبل، كل واحد أخذ حاجة اللي يريدها. وعجبني هذا السوار حلو والله، يعني فتشي يلبس على الإيدين، مرات شغلات بسيطة تبرز ومرات شغلات غالية ولا واحد يباوع عليها. هنا حبايبي الميز مالتنا كلش قديم، صار له سنة ونص هذا الغلاف، قلت خلي أبدله وجبت له هنا فد متر ونص وبدلته. وهذا أول تغيير إن شاء الله بالميز، وبعد باقي السوالف والحبشكلات شوي شوي تعرفون انتو شوية تغييرات. وهنا أصبحنا وأصبح الملك لله. قم الثاني يوم قلت خلي أسوي ريوق زين، وصادف يوم جمعة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله سوينا ريوقنا لهذا اليوم، إن شاء الله خير وعافية علينا وعليكم. طبعا هنا حضرت الأكواب الجديدة، تعرفون الطفل من تجيب له حاجة جديدة يظل يحوم يحوم إلا يشرب بيها لو ياكل بيها، كل جديد وإلى لذة. الحمد لله والشكر. فتحنا الأكواب وفتحنا الحليب، وراح نسوي وياكم أطيب ريوق، وإن شاء الله نعمة دايمة علينا وعليكم يا ربي. طبعا هذا الحليب كلش طيب وأغناني عن الشاي، صح هو غالي ب1500 بس يكفي 6 أكوابه، يشربوه ويشبعون وهم دسم وطيب، ولا يشربون شاي ولا حليب أبيض، اللي ما يشربون أطفاله يعني شاي وحليب. وقلت خلي أسوي لهم شنو بالله حايرة راح أخلي لهم جبن قشطة هاي سوالف. نبدي وياكم ونصلي ونسلم على رسول الله دائما وما ننسى ذكر الله، وكليتنا مشغولين بهاي الروتينات والحياة اليومية. أتمنى الفيديو ما يزعجكم، أتمنى ما يكون طويل عليكم. حبيت أشارككم بفيديو وبحياة كلش بسيطة، والحمد لله والشكر على كل حال. تهيئوا حبيباتي، يعني أنا ما أقول لكم تهيئوا لأن ما حد يعرف الله شن كاتب، بس إن شاء الله أملنا برب العالمين كبير إنه يكتب لنا الخير دائما بكل لحظة بكل ثانية. نتهيأ الشهر رمضان المبارك، نصوم على قد يعني ما نقدر، نصوم يعني مثلا اللي ما بيصوم يعني 2 أو 3 أيام، يصوم خميس، يصوم 2، يدرب النفس على التهذب، يهذب النفس، لازم نهذب النفوس مالتنا. الحمد لله والشكر. صح يعني انت تحسين نفسك انه انت ملتزمة وكل شي، بس هذا الشهر حلو ويغفر الذنوب وبيه هواي أجر، فإن شاء الله يا ربي ذنب مغفور وأجر يا ربي من رب العالمين وكل شي إن شاء الله. حضرنا صينية الريوق تعرفون بيها خبصة، والحمد لله والشكر صمون وهاي سوالف. راح نسوي وياكم ريوق.
مثل ما قلت لكم حبايبي، اللي عندها يعني مثل بنات وأولاد تعلمهم، تقولهم هذا يعني شعبان وحيجي رمضان ولازم نهيئ نفسنا للصيام، والله أني أطفالي يزعلون إذا ما يصومون وياي. يعني الحمد لله والشكر بناتي كبار هم يصومون، بس عندي أطفال إذا ثاني يوم سمعوا بيا صايمة إلا يزعلون، ومرات ما أقول لهم أني صايمة، صدقون أفطر وأخلص يلا يدرون بيا إنه أني صايمة حتى لا يزعلون. فهاي نعمة، الواحد لازم بالبيت يسوي هواي عادات وتقاليد حلوة، لأن إحنا ما نظل صغار، إحنا راح نكبر، أطفالنا يكبرون إن شاء الله بخير وسلامة، يا ربي يصيرون يعني شباب حلوين، بنات حلوات، حياخذون طبع الأم بالبيت، يشوفون كلها ماما هي كانت تسوي، ماما هي كانت تسوي، ماما كانت تصوم خميس اثنين، ماما كانت هيش تحكي. فحبايبي لا حد يعتب على الأولاد والبنات من يطلعون برا ومن يروحون لغير بيت ويتصرفون، لأن هم ياخذون تصرفاتهم من عندنا ومن البيت ومن الأب ومن الأم. وإن شاء الله الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. سويت لهم طبعا البيض الأومليت، تعرفوا الخبط، وهنا الحليب أبو الشوكليت، العفو أبو الكاكاو، وأكلوا مربى، أكلوا كل شيء، وألف عافية إن شاء الله علينا وعلى شوفنا، ويرزقنا ويرزقكم من أوسع أبوابه إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله يجي رمضان بخير وسلامة علينا وعلى الأمة الإسلامية، وكل واحد بنفسه شي إن شاء الله يتحقق، والحمد لله والشكر على كل حال. وهنا طبعا عندنا مسواق الصباح كلش حلو، واحتاجت لي كم شغلة وجبتهن من السوق. وطبعا هذا البصل ما أقولكم صار أغلى من الدجاج، طبعا صراحة كلش غالي المسواق، شغلات تلقيها بسيطة وشغلات تلقيها والله غالية، ما أعرف شكو صار بالدنيا. البصل صار وصل 2.5 كيلو يمنا، ونشتري مع ذلك نشتري لأن ما نقدر، يعني هواي شغلات يدخل بيها البصل. فالحمد لله والشكر، حتى يعني مرات أنا أقدر أجيب، مرات أجيب نص، مرات ربع، مرات كيلو، مرات 2، ومن كان كلش رخيص أجيب 5 4 حسب الحاجة. وفواكه شوي للأطفال، تعرفون يعني الطفل ما ياكل بس دائما تمن أو تشريب أو شي، لازم فواكه تدخل الجسم بعد صغير. الطفل أو أولادكم بعد منهم صغار تفيدهم من يكبرون، حتى إذا هم ما ماكليها منهم صغار ما راح يحسون طعمها، ما تفيدهم وما يحبوها، فلازم منهم أطفال ياكلوها. فجبت لهم من كل شي شوي شوي، والحمد لله والشكر نعمة فضيلة. وهذا طبعا شي حبيت أشوف لكم إياه بالفيديو، وإن شاء الله أسوي عليه فيديو خاص وحده. هذا الشي اللي أنا يعني هسه عن قريب كنت أستخدمه وعرفته، اللي هو الشمل مجفف، كنت قبل والله لا أعرفه ولا أستخدمه، بس هسه حاليا قمت أجيبه، هاي 3 مرة نجيبه وناكله وكلش طيب. إن شاء الله راح أسوي لكم بيه هواي شغلات وأكلات تعجبكم. هو شمه يابس مجفف يبيعوه بالمحلات، أجيبه أني أغسله كل الزين لأن بيه تراب وبيه طين وبيه ريحة يعني مال تراب مال تجفيف، تعرفون حبايبي شلون من تاخذين مشمش مجفف أو أي شي. فحبيت أشوفكم شلون أغسله كل الزين وأنقعه، وبعدين أسلقه كل الزين كأنه ماخذه لحم مثروم. وإن شاء الله بفيديو ثاني عنه راح أسوي لكم هواي شغلات بيه. حبايب قلبي حبيت أفيدكم بهاي المعلومة، انتظروني بالفيديو الجاي أسوي لكم أطيب أكلات بالشمة. ومع ألف سلامة حبايبي، أتمنى يعجبكم الفيديو يا أحلى متابعين.